السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيباتي عاملين ايه؟ يا رب تكون بخير كده وبصحة وفي سعادة وفي رضا وفي أحسن حال. النهاردة هكلمكم في موضوع مهم جدا، موضوع كلنا ممكن نكون بنقابله كأمهات. ال- الموضوع اللي هكلمكم فيه النهاردة ممكن يكون واحدة منكم كده بتعمله زي ما أنا عملته، بس والله أنا عملته من غير قصد. يعني لو كنت أعرف إن الموقف ده هيوجعني قوي كده ما كنتش طبعا هعمله. النهاردة هكلمكوا عن حاجة حسيت بيها في ابني ووجعتني جدا. كنت دايما اقول له اعمل كده، ما ينفعش تعمل كده. يعني لما اجي اطلب منه طلب اقول له اعمل الحاجة الفلانية، اوعى تعمل الحاجة التانية دي، ما تعملهاش. فكنت دايما يعني بقول له على الحاجة وهو كان بيسمع الكلام، وكنت فاكرة ان هو كده يعني ايه، هو كده ده ولد مطيع وانا كده بربي صح، وعلشان هو كان بيسمع كلامي فيها وبيعمل اللي بقول له عليه من غير اي نقاش، من غير ما يقول لي طب مش هعمل ولا لا انا مش هعمل الحاجة دي، انا مش عايزة اعملها. كنت بفرح واقول ابنه مطيع وبيسمعني. لكن مرة كده يا بنات وانا بتكلم معاه فببص في عينيه، والله يا بنات ان انا لقيت عينيه كلها دموع وعايز يعيط، بس اللي هو كاتم في نفسه. انا بحكي لكم الموقف ده عن تجربة، عشان اي ام زيي بتعمل اي موقف من المواقف دي تاخد بالها. والله يا بنات ساعة ما شفت منظره كده وان هو عايز يعيط بس كاتم في نفسه وعينيه مليانة بالدموع، ان انا قلبي وجعني. قلت له انت بتعيط ليه؟ انت مش عايز تعمل الحاجة دي؟ قال لي كده وبصوت كله موجوع، انا مش عايزة ازعلك. يعني معنى كده ان هو كان بيعمل اللي انا بقول عليه علشان خاطر بس يرضيني، علشان ما ازعلش منه. قلت له يعني انت بتعمل الحاجة اللي بقول عليها عشان بس ما ازعلش؟ قال لي اه. والله يا بنات اتوجعت، والكلمة دي يعني كسرتني جدا. حسيت اني ضغط عليه وهو ساكت، وانه كان بيحاول يرضيني على حساب نفسه. بس في اللحظة دي طبعا كنت لازم اخد كده موقف مع نفسي، ولازم ان انا اعرف انا هتصرف ازاي، لان الموقف كان صعب جدا وما كانش سهل. في اللحظة دي وقفت مع نفسي وقلت أنا عايزة ابني يطيعني علشان فاهم ومقتنع، مش علشان خايف على زعلي أو يرضيني وبس كده. يعمل الحاجة وهو مرتاح مش مخنوق ومتضايق. ومن يومها يا بنات بدأت أغير طريقتي، بقيت أتكلم معاه أكتر، أسأله رأيه، أشرح له ليه الحاجة ديت مهمة قبل ما هو يعملها. ولما بقيت أطلب منه أي حاجة بجد أنا بقيت أقول له عايز تعملها اعملها، مش عايز تعملها خلاص ما تعملهاش. بقيت اخد رأيه في الموقف او في الحاجة اللي هو هيعملها. والحمد لله الامر اتغير وبقى افضل. نصيحة لكل ام، اسمعي ولادك حتى لو ساكتين. مش دايما الطاعة معناها رضا، ومش كل حاجة هي حاضر. خليك الحضن اللي يرجع له، مش الضغط اللي يبعدهم. والله يا بنات الموقف ده حصل معايا بجد، مش ان انا بحكي لكم قصة خيالية ولا انا جايباها كده حد قالها لي او حكاها لي. الموقف ده حصل معايا شخصيا. وطبعا انتوا عارفين يعني ايه موقف زي ده يحصل مع ام وتتفاجئ ان هي كان الموقف اللي هي بتعمله غلط. طبعا مش لازم كل حاجة الامهات بتعملها يبقى هي صح، لازم هنخطئ، لازم هتبقى في حاجة كده ايه يعني تعدي علينا كده، بس الحمد لله ان في الاخر بنعرف كده وبنعترف ان الحاجة دي غلط وبنصلح منها، لكن ما ندومش عليها. طبعا قبل ما نخلص كده احب اشكر كل اللي متابعني، واشكر كل المتابعين الجداد اللي اشتركوا كده معايا في القناة. شرفتوني ونورتوني طبعا، وربنا كده يديمكم نعمة في حياتي. لو لسه بقى ما دوستيش لايك دوسي لايك واشتركي في القناة. ولو لسه جديدة وأول مرة بتشوفيني ما تنسيش كده تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ما تنسوش كده تكتبولي في التعليقات
عن أي موقف حصل معاكم، وشاركوا الفيديو مع أي أم محتاجة تسمع الكلام ده.